السلام عليكم. حفيظ الدراجي يبهدل الصحفي السوري فيصل القاسم بعد استهزائه بمساعدة الجزائر للسوريين بعد زلزال سوريا. لكن قبل المرور للتفاصيل ضعوا لنا لايك للمقطع واشتركوا بالقناة. مرة أخرى يشكك الصحفي الأجير فيصل القاسم بالعلاقات الجزائرية والسورية، ويؤكد من جديد أنه قد أصبح مريضا بشيء اسمه الجزائر، حيث اتهم الرئيس تبون بإرسال أسلحة للرئيس السوري بشار الأسد ليقتل بها شعبه بدلا من الأغذية والمواد الطبية والأفرشة. ودون على صفحته بتويتر قائلا: بعض الأنظمة التي تتظاهر بإرسال معونات لمنكوبي الزلازل في سوريا لا ترسل معونات، بل ترسل أسلحة لنظام الأسد تحت يافطة المساعدات، لأن شعوبها أصلا لا تجد السميد والزيت والحليب، وكان أولى بها أن ترأف بحال شعوبها المسحوقة أولا. أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ ولم يتأخر الصحفي الجزائري حفيظ دراجي بالرد على الدولاريست عاشق الفتن، فدون على صفحته بموقع فيسبوك قائلا: نرد على الرجال وليس على الضباع والرعاع والمرتزقة وقطاع الطرق. رحم الله شهداء زلزال سوريا وتركيا وأسكنهم فسيح جناته.